طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. وزارة الصحة تعلن 13 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19. مركز تخزين البطاطا في مندفرة يساعد المزارعين. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم. مقتل وفقدان العشرات من الجنود في هجوم في مالي. تركيا تؤكد تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن النزاع في ليبيا. وفرنسا وغالبية الدول الأوروبية تعيد فتح حدودها بعد إغلاقها لأشهر. السلام عليكم ورحمة الله. إعلان صادر من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات التي أجريت اليوم 15 من يونيو للأشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي بمنطقة أديبر الحدودية بمديرية فورتساوا في إقليم القاشبركة أثبتت عن إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد. وأوضح الإعلان أن بعض هؤلاء المصابين كانوا معزولين في حجر صحي في منطقة أديبر، وبعضهم عبروا الحدود خلال الأشهر الماضية قادمين من السودان. وكما أوضحت المعلومات خلال الأيام الماضية أنه رغم منع حركة الناس من دولة إلى أخرى بصفة عامة على مستوى المنطقة، إلا أن 7774 مواطنا عادوا إلى البلاد خلال الأشهر الماضية برا وبحرا من دول السودان وإثيوبيا وجيبوتي وكذلك اليمن، بينهم 3135 معزولين في 47 مركزا للحجر الصحي. وأفاد الإعلام بأن 4359 تم تسريحهم بعد أن أثبتت الفحوصات خلوهم من الفيروس وأكملوا فترة العزل الطبيعية، فيما لا زال 3405 معزولين في 47 مركزا للحجر الصحي في مختلف أنحاء البلاد. وقد بلغت حالات الإصابة المؤكدة في إريتريا حتى الآن 109 حالات، منها 39 تم تسريحهم إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، فيما يوجد 70 في المستشفى. وزارة الصحة 15 من يونيو 2020. يساهم مركز التخزين الحديث لبذور البطاطا المحسنة لتطوير المزارعين للإنتاج كما ونوعا. وأوضح مسؤول تخزين بذور البطاطا والقمح في الإقليم الجنوبي السيد برهي قبل كدان أن المركز يخزن نوعين من بذور البطاطا المحسنة بطريقة علمية وتوزع للمزارعين في موسم الخريف. وقال إن الهدف الأساسي لمركز التخزين تقديم البذور المحسنة عالية الجودة التي تأكد خلوها من الأمراض من معهد حلحلة للأبحاث الزراعية إلى المزارعين لتمكينهم من رفع الإنتاج، موضحا بأن المزارعين النشطين الذين استخدموا هذه البذور هم حتى الآن في مديريات دك أمحاري ومندفرة ومنحيلي ودباروة والدخالة. وذكر المزارعون بأن بذور البطاطا المحسنة التي يحصلون عليها خالية من الأمراض وتقدم بأسعار مناسبة، وتنتج بالرعاية الجيدة من 150 إلى 160 كنتالا من الهكتار الواحد. ويخزن المركز أيضا نوعان من بذور القمح المحسن الذي اختبر في مديريتي مندفرة ومنحيلي. تم إحياء 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار لنخلق عالم أفضل بالتبرع بالدم. وأوضح البنك الوطني بأن في البيان الذي أصدره بالمناسبة بأن اليوم العالمي للتبرع بالدم يأتي والعالم يشهد وباء كوفيد-19 الذي يعتبر من الأمراض التي خلقت تحديا كبيرا في التاريخ الإنساني وأجبرت على التباعد الاجتماعي، مؤكدا بأن أهمية التبرع بالدم قضية صحية لا يجب توقفها تحت أي ظرف كان. وأشار البيان إلى انقطاع التبرع الطوعي بالدم الذي كان يجري بقدوم المواطنين إلى بنك الدم بسبب التعليمات الصادرة لعدم الحركة للسيطرة على وباء فيروس كورونا، وقد أدى ذلك إلى ضغوط على البنك للطلبات المتواصلة للمستشفيات. لكن في هذه الآونة تم تمهيد الأرضية لقدوم المتبرعين الطوعيين بالدم إلى البنك وفق ضوابط التباعد الاجتماعي. وأوضح البنك طلبات مستشفيات البلاد من الدم سنويا يصل من 12,000 إلى 15,000
كيس من الدم، ويغطي الدم القادم من المتبرعين الطوعيين نحو 80% من هذه المتطلبات. أعفى المواطنون المقيمون في الداخل والخارج إيجارات البيوت لمستأجري منازلهم. وفق المعلومات الواردة من السفارات والإدارات، سمحت السيدة سنايت تخستي والسيد تسفالد التخستي المقيمين في السويد ل3 مستأجرين بأسمرة إيجارات 3 أشهر، والسيد سرغا كفلوم ل4 مستأجرين لشهر وشهرين للمؤسستين، والسيد جرالدو كاسيرا ل3 مستأجرين لمدة شهرين، والسيد زنابو عند برهان المقيم في السويد مع إخوته ل8 مستأجرين لمدة شهرين، والسيدة سماينيش قبرة نسائي مع زوجها السيد تخل هيمانوت تسفى ماريام لمؤسسة ل3 أشهر، والسيد برهان تسفى ميكائيل المقيم في أمريكا لمستأجر لشهرين، والسيدة روما قبر ماريام ل4 مستأجرين لمدة شهر واحد، والسيد أفورقي أبراهام ل8 مستأجرين لمدة شهر، والسيدة لتخيدان تسفاي لمستأجرة لمدة شهرين. كما سمح السيد قرماي أبرهة المقيم في ألمانيا بإيجار 3 مستأجرين في ميتمناي و8 مستأجرين في مبادره ل3 أشهر، وأبرهة كيدان المقيمة في آخن ل3 أسر، ومستأجر مؤسسة ل3 أشهر، وأسرة السيد ولداي تخسته المقيمة في مانهايم لمستأجر مؤسساتها في بالوة ل4 أشهر، والسيد يمان برهاني مع زوجته السيدة سيجيهبت المقيمان في فوبرتال المستأجر لمدة شهرين، وأسرة السيدة الأزهر قبر يسوس المقيمة في مدينة لويتكيرش لأسرة واحدة لمدة شهرين. كما سمح السيد هبت أبو التنساي المقيم في سياتل بإقامة مجانية لمستأجري منزله في دباروا حتى زوال فيروس كورونا، والسيدة صهيت أبراهام من دنفر الأمريكية مع زوجها العقيد كيدان برهي إيجار شهرين، والسيد هيل كبدوم وإثيوبيا صقاي من بوسطن بإيجار 3 أشهر، وأسرة السيد ميكائيل تخلاي من سياتل ل4 أشهر، وكيدان انقدا ل3 أشهر، وقبره هوت عنده من شيكاغو لشهرين، وسمر صقاي من بوسطن لمدة شهرين، ووين مبرهته من أتلانتا ل7 أشهر، ونايزي كحساي من سانتياغو لشهرين، وبرهاني ولد يسوس لمدة شهرين، وتسفازجي قبر كريستوس لمدة 3 أشهر. قدم المواطنون في الداخل مليون نقفة، والمقيمين في الدول الاسكندنافية 160 ألف كرونر لتنمية صندوق مكافحة وباء كورونا. وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن إدارة المالية في وزارة الدفاع قدمت 815 ألف نقفة، وكلية إعداد المعلمين بأسمرة 52,279 نقفة، ومؤسسات إدارة ضاحية ركب بمديرية السلعة 51,592 نقفة، وسكان ضاحية قرقر قرسي 1477 نقفة، وإيريتيل مصوقة 10,081 نقفة، وأعضاء إدارة مديرية عرزة 8,102 نقفة، ومكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في عصب 4,395 نقفة، وإدارة مديرية وسط دنكالي 1,302 نقفة. كما تبرعت جمعية بالزجهير تاخيتا المقيمين في أسمر ب3,000 نقفة، وجمعية قدوس ميكائيل التعاونية لعدهم زمات في أسمرة 2,000 نقفة، وطاحونة جاي عدي نبري 2,000 نقفة، ومكتبة أسمر الموسيقية 2,000 نقفة، ومتجر أفورقي للأدوات المنزلية 2,000 نقفة، وجمعية عد حليب والتعاونية 2,000 نقفة، وجمعية أبو نندرياس عد كفلات في أسمرة 1,000 نقفة، وأبو نكداني لبيع اللحوم 1,000 نقفة، ومطعم وحازيت 1,000 نقفة، وعدد من المواطنين أكثر من 40,000 نقفة. وتبرعت الجالية الإريترية في تروندهايم النرويجية ب100,000 كرونر، والجالية في ستافانجر النرويجية 10,000 كرونر، وجمعية عقامة للمرأة المناضلة المقيمة في النرويج 2,000 كرونر، ومجموعة الجبهة الشعبية في كوبنهاغن الدنماركية 15,000 كرونر، والجالية في هوسبي شيستل أكال السويدية 11,600 كرونر، وجمعية الإريتريين الرياضية لمهرجان اسكندنافيا 10,000 كرونر، والإريتريون في ديغافوش السويدية 8,700 كرونر. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. قتل وفقد عشرات الجنود في هجوم نسب إلى متشددين في وسط مالي التي تشهد حربا
وفق ما أعلنت مصادر عسكرية. وأفاد مسؤول عسكري أن الموكب العسكري المؤلف من حوالي 12 آلية تعرض لهجوم في منطقة بوكاويري في جنوب شرقي ديابالي على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود مع موريتانيا. هذا وفي سياق متصل قتل عنصران من قوة الأمم المتحدة في مالي بأيدي مسلحين مجهولين في شمال غربي البلاد كما أعلنت الأمم المتحدة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان أن الجنديين مصريان. وكان موكب للقوة متوقفا عندما تعرض للهجوم قرب بلدة تاركينيت شمال شرقي غاو أكبر مدن شمال غربي مالي بحسب الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن قوة الأمم المتحدة ردت بحزم وأجبرت المهاجمين على الفرار. وتنتشر الأمم المتحدة تنشر بعثة لحفظ السلام في مالي تعرف باسم مينوسما تضم 13,000 جندي من دول عدة. أعلن مسؤولون أتراك أن أنقرة وموسكو ستواصلان عقد مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا رغم إلغاء زيارة رفيعة المستوى لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى اسطنبول. وكان من المنتظر وصول وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ووزير دفاعها سيرجي شويغو إلى اسطنبول، لكن البلدين أعلنا إلغاء الزيارة دون توضيح الأسباب. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو للصحفيين في اسطنبول أنه من المفيد أكثر مواصلة المباحثات على مستوى تقني. وتدعم روسيا وتركيا طرفين متنازعين في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، إذ تساند أنقرة حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يقودها فايز السراج وتحظى باعتراف الأمم المتحدة في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر. وذكرت وسائل إعلام تركيا أن الطرفين اختلفا على تفاصيل وقف إطلاق النار واتفقا على خفض مستوى المباحثات في محاولة لحل المسائل العالقة. دخل قرار الدول الأوروبية بتخفيف بعض قيود السفر التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا دخلت حيز التنفيذ مع الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية، إلا أن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى واعتماد أساليب جديدة في العمل تعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا يزال أمرا بعيد المنال. وحثت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إليفا يوهانسون عثت أعضاء شنغن الأسبوع الماضي على رفع القيود المفروضة على الحدود للسماح بإعادة فتح تدريجية أمام الدول الأخرى اعتبارا من يوليو المقبل. وقد يسهم الإجراء في إنقاذ جزء من موسم الصيف بالنسبة لصناعة السفر والسياحة المتضررة في أوروبا، حيث يشكل القطاع بجانب الترويج والثقافة ما يصل إلى 10% من اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ويسهم بنسبة أكبر في الدول المطلة على البحر المتوسط. ويباشر كثير من العمال وظائفهم حاليا من المنازل، بينما يتوقع أن يتسبب استمرار القيود والمخاوف الصحية في كبح السياحة وسفر الأعمال. أدانت محكمة روسية بول ويلان الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بالتجسس لحساب الولايات المتحدة، وحكمت عليه بالسجن 16 عاما في نهاية محاكمة مغلقة وصفها دبلوماسيون أمريكيون بأنها غير عادلة وغير شفافة. وتحتجز روسيا ويلان الذي يحمل جوازات سفر من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأيرلندا منذ اعتقله ضابط جهاز الأمن الاتحادي في روسيا في غرفة بفندق في موسكو في ديسمبر من عام 2018. وتقول موسكو إنها ضبطت ويلان متلبسا وبحوزته وحدة تخزين رقمية تحتوي على معلومات سرية. وقال ويلان أمام المحكمة إنه غير مذنب وإنه تعرض لمكيدة، وكان يعتقد أن وحدة الذاكرة التي أعطاها له أحد معارفه من الروس تحتوي على صور لعطلته. ووصف الدبلوماسيون الأمريكيون القضية بأنها عقبة كبيرة أمام تحسين العلاقات الثنائية الفاترة، وأكدوا مرارا أنه لا دليل يدينه وطلبوا من روسيا إخلاء سبيله. أعلن سلاح الجو الأمريكي أن مقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريبية من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق إنجلترا تحطمت في بحر الشمال. وقالت الكابتن في سلاح الجو الأمريكي ميراندا تي سيمونز إن الطائرة التابعة للقوة من طراز F-15 سي إيجل تحطمت في بحر الشمال
مشيرة إلى أن سبب الحادث ومصير الطيار لم يتضحا بعد. وأطلق حرس الحدود البريطاني عملية بحث وإنقاذ للعثور على طيار المقاتلة الأمريكية التي تحطمت في بحر الشمال خلال مهمة تدريب. وأعلن سلاح الجو الأمريكي أن الطائرة الحربية أقلعت من قاعدة راف لينكيث قرب بلدة ميلدن هول في شرق إنجلترا. يذكر أن القاعدة تستضيف الجناح المقاتل 48 في سلاح الجو الأمريكي الذي يجري عملياته منها منذ العام 1960 ويضم أكثر من 4500 عنصر. يذكر أن مقاتلة أمريكية من طراز F-18 تحطمت قرب بلدة إيلي في شرق إنجلترا في عام 2015، ما أسفر عن مقتل الطيار بعد إقلاعها من راف لينكيث. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.